هاي يا بنات، عاملين ايه؟ النهارده هنعمل مع بعض الكب كيك ببدايه واحده بس بطريقه سهله جدا وما بياخدش وقت خالص. اول حاجه عندي كوبايه الا ربع من السكر، نص كوبايه من الزيت، نص كوبايه من اللبن، عندي بيضايه واحده، وعندي فانيليا. وهنا دي الصوصات اللي احنا هنستخدمها في الكب كيك. ممكن تستخدمي بصوص الفراوله او بالشوكليت او بالكراميل او بالبلو بيري، اي حاجه انت عايزاها. كمان ممكن نحط مربى، يعني مش شرط يبقى صوصات، ممكن تحطي مربى في الكب كيك برضو بتبقى طعمها حلو قوي ولذيذ. اول حاجه هنبتدي نجيب الخلاط. اول حاجه هحط كوبايه الا ربع من السكر، هنحط البضايه، هحط عليها الفانيليا. انا بحب الفانيليا كتيره شويه في الحاجه فهحط كتير. هضرب بقى البيض مع الفانيليا الاول، وبعد كده لحد ما يعمل فوم كده، وبعد كده هرجع لكم تاني. بصوا انا هنا حطيت نص كوبايه الزيت، بس هي ما جاتش معاكم. هبتدي انزل باللبن وهبتدي اضرب كلهم مع بعض وهجيلكم في الاخر. بصوا هنا عندي بقى كوبايتين من الدقيق منخورين كويس، عليهم رشه من الملح وعليهم معلقه كبيره من الكيك شيف او من البيكنج باودر، اي حاجه عندك. هنخلطهم كده مع بعض. بعد كده هنجيب الخليط اللي احنا عملناه في الخلاط كله، هنبتدي ننزل بيه عليه هنا تدريجيا كده ونقلب واحده واحده. نحط كله. هنبتدي نقلب فيه كده لحد ما يعمل قوام الكيك عادي بتاعنا. هنبتدي هنا بقى نصبه في الكب كيك، او عندنا قالب صغنن كده بالشكل ده هنبتدي نعمله. انا طبعا هنا احنا بنحط الورق بتاع الكب كيك، بس انا الورق مش عندي، الورق لقيته خلصان بصراحه، فعملت كل الكب كيك اللي هنا اللي هي القاب بتاعتها ابتديت ان انا ادهنها بالزيت عشان القاب ما يلزقش فيها، الكيك ذات نفسه ما يلزقش فيها. تمام. هنبتدي هنا بقى نحط ونجيب اسباتولا عشان ايه نبقى عارفين. بس كده نحط هنا الاول، متقلقوش من القوام خالص، بس ابتدي اعمل كده احسن في الاسباتولا عشان نعمل بس مساحه للفينش، واللي عليه دوت ما تقلقوش هنمسحه كله بالمنديل. بس هظبط بقى كل الكابس كده بالطريقه دي ونرجع تاني. بصوا هنا عملنا طبعا كل الكابس دي دول 12، وعملنا اللي هي الكاب الصغيره دي. هي طبعا حاجه اتعملت مننا او نزلت زياده دي عادي بتتمسح كده بالمنديل. هنبتدي كده نظبط الاطراف كلها عشان ما يبقاش فيه اي حاجه، نخليه بس نضيف عشان كل ده ما يتحرقش مننا في الفرن. بس كده هنا بقى نبتدي ان احنا نحط الصوصات. طبعا انت تحطي صوص او عايزه تخليها ساده، اللي انت عايزاه تعمليه. انا هبتدي اعمل مثلا كل صوص ب3، تمام؟ يعني اللي هو مثلا هعمل هنا استروبري مثلا، انا ايه هحط كده. هوريكم هنعمل ايه دلوقتي. بنجيب خله اللي هي بتاعت الشيش طاووق او اي حاجه، نبتدي نعمل كده بحيث ان هو ايه يخش جوه. تمام كده بنفس الطريقه. الكاب يجي ينفش في الفرن تطلع هي ايه معاه، تبقى طريقه حلوه قوي.
تيجي تفتحي الكوب من النص تلاقي كله بقى صوص كده نازل من النص. نبتدي نحط الصف التاني مثلا شوكليت. مش عايزين نكتر قوي لان احنا هي اصلا مسكره كده مثلا. ونحط الصف التالت مثلا كراميل. تشكلي انت الصوصات بقى اللي انت عايزاه، يعني حسب ما انت عايزه او حسب ما اولادك بيحبوا. نحط هنا كراميل. انا ممكن اخلي الكراميل 2 بس عشان ما اعتقدش ان هو هيعجب حد قوي. وممكن نخلي بلو بيري 2 برضو، بس البلو بيري بيبقى حلو قوي فنخليها 2 برضو. يبقى ناقص لنا 2. ممكن نخلي ال2 دول ساده بقى، يا اما ممكن نعملهم بالمربى. بصوا هنا ممكن نحط المربى، بتبقى خطيره بالمربى، بتنزل كده فيها وبتسيح، بتبقى حلوه جدا. فهوريها لكم عشان هي مش باينه في الفيديو اهي. بالمربى دي كده اللي هي بالمربى يبقى كده عندنا واحده بس هي اللي ساده وهنسيبها ساده زي ما هي. نخلط بقى دول كده عادي جدا مع بعض. طبعا عندنا فرن سخن على درجه حراره 180، بنسيبهم بالظبط 12 دقيقه ل 15 دقيقه. ده اقصى حاجه للكب كيك، ما بياخدش وقت في الفرن خالص. تمام. هبتدي ادخلهم الفرن، واول ما يخرج هبتدي اوريها لكم. طبعا ناقص لنا اللي هي دي، احنا دول كده الشكل اهو. عندنا هنا لسه الكب الصغنن هنسيبها ساده زي ما هي، مش هحط لها خالص اي صوص. احنا هنا عملنا كل دي بالصوص، ودي هنسيبها زي ما هي كده ساده. هسخن بقى الفرن، اصلا اوريدي عندي سخن. هنبتدي ندخلهم على الفرن ولما يخرجوا هوريهم لكم.